مشاهدينا السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو خطير. اول حاجه دير اشتراك ودير لايك وبارطاج الفيديو، بارطاج في الواتساب في اي لعبه. القضيه ديال داك الشاب اللي خانته مرته والعاشق ديالها قتل راجلها، يعني جريمه خطيره دارت بوم في المغرب. داك الشاب سميتو احمد امين، طيب شاب مات الله يرحمه، ودابا باقا المحاكمه ديال داك بوزبال ديال داك الشخص اللي قتلو، اللي خانو مع الزوجه ديالو، خاينو مع مرته وقاتلو من الفوق. كارثه. دابا غنشوفوا الخاله ديالو والجديد ديال هاد القضيه هادي وديال المحاكمه ديال الخائن اللي قتل هاد الزوج بعين السباع. وهذه هي اخر تطورات في قضيه شاب امين اللي قتلوا عشيق الزوجه ديالو بعد ما حصلوا بجوج في طوموبيله رباعيه الدفع من نوع توارق. هذا العشيق اللي هو ايضا اب وزوج وواحد من تجار ديال السمك بالجمله، ولكن للاسف الشديد بهذا التهور وبهذا المساله اللي داروا خرجوا على بزاف ديال العائلات. خرجوا على عائلته هو، خرج على عائلته كزوج، يعني عائله مو وعائله خوته وعائله وهو كزوج وعلى وليداته. خرج على عائله امين، هي خرجت، يعني دمروا العائلات كاملين، خلقوا واحد الكارثه، دمروا جوج ديال الاسر. هي عاهره، وهذاك اللي قتل خائن، واللي مات زوج مسكين ما دار لا بيدي لا برجليه. الغلط اللي دار هو تزوج واحد الخائنه، واحد العاهره، غنكونوا واضحين، عاهره اللي تسبت في جريمه قتل مأساويه. على عائلتها، خرجت على وليداتها. يعني شوفوا شحال ديال العائلات تدمروا بسبب هاد السلوك اللي دارته هاد الزوجه الخائنه الغداره اللي ما كلفتش نفسها حتى انها تجي تعزي هاد الناس في وفاه زوجها. بعدا واش لبست عليه حق الله ولا ما لبساتش؟ واش ما كلفتش راسها انها تجيب دوك الوليدات باش ان وهي عندها داك الوجه، واش هي عندها الوجه نتقابلهم؟ عندها الوجه، هي عندها الوجه انهم يشوفوا باهم قبل ما يموت. شنو وقع بعدا في الصلاحيه ديال المتهم محامي ديال المتهم. عاد بديتو جينا في صحتنا وفي الخاطر ديالنا، هي راه مريضه الحمد لله. الدفاع ديال المتهم 4 جلسات كتاجلوا وتيقرر يخرجوه. راه الوثائق دغيا كيخرجوا. شوف ضيف، عندكم مشكل، مشى لكم الصوت. اللي مع اللي المتهم خص يخرج. شوفي هو محامي، هو محامي من حقه انه يطالب بالبراءه ديال الموكل ديالو، من حقه انه يطالب بالافراج على الموكل ديالو، من حقه انه يطالب بالمتابعه ديالو في حاله السراح، من حقه انه يطالب حتى بالبراءه ديالو. هو محامي ديالو فعلا. ولكن الوكيل العام الله يجازيه بخير، الله يطول في عمره، الا خدا داكشي بعين الاعتبار. يعني قال لهم ما يمكنش حنا الملف يلا تحطوا فيه الدواسه. يعني اليوم في هذه الجلسه مره اخرى السيد الوكيل العام جلاله الملك عطى التعليمات ديالو بتاخير الجلسه المقبله حتى القضاة، يعني ضرب بالحق وبالعدل، يعني طبيعي معروف في القضاة يعني ماشي هذا وفاء صافي، راه مش الحق ديالو. لا خص يتاخذوا يشوفوا الملف داكشي اللي تزاد في الملف. المحامي حيت زاد اوراق اخرين بحال المحامي ديالكم ديالنا زاد اوراق اخرين، داكشي علاش بحال عده الورثه باش على منها يترافع المطالبين بالحق المدني. باش كيترافع ما يترافعش مازال، داكشي علاش تاجلت الاخرى. وهذه ملي جبنا دابا، يعني هاد القضيه كلشي خاص يهضر عليها. لحقاش هاد المجرم هذا خاصو ما فهمتش انا كيفاش شخص خائن ينعس مع مر الراجل وقاتلو وغيطلب بالبراءه. ما فهمتش، ما بغاش تفهم ليا هادي، ما بغاش تدخل ليا لدماغي. الوثائق الاخرين اللي قال لنا المحامي اللي كيطالبوا حتى معهم، يعني تاجل باش يشوف الوكيل يطلع على الملف عاوتاني على دوك الوثائق. باش نشرحوا للناس اللي كيشاهدونا ان في القضيه في الاول كانت المتابعه من طرف امين، لان امين كان مازال حي، هو اللي كان حصل مرته مع العشيق ديالها وضربوه بالطوموبيل. ديك الساعه كاين المطالب بالحق المدني اللي كان مازال على قيد الحياه. اليوم توفى امين، الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقات القبور. ملي توفى امين، من المنطق ومن الطبيعي ان الورثه او المطالبين بالحق المدني يتعينوا مره اخرى وتبدا جلسات جديده، لان امين فاش كان حي ماشي هي امين فاش مات. يعني راه غتعاد كيف ديال هاد التهم، والمحكمه راه دايره خدمتها، والساده الوكلاء ديال جلاله الملك ولا الساده الوكلاء العامون راهم دايرين الخدمه ديالهم. اشنو قالوا عليها؟ هي ما جبداش كاع بحال اللي ما كايناش، هي اللي دارت هادشي اللي ما نقولوش حنايا علاش ما تجيش، لان ما مذكوراش في القضيه، ما كايناش في القضيه. اذا علاش غنقولوا حنا علاش ما تجيش؟ علاش ما تجيش؟ حيت السيده الاسم ديالها ما كاينش، حيت السيده ربما على حسب ما فهمت انا سقطات عليها التهمه ديال الخيانه الزوجيه، بحكم ان الخيانه الزوجيه
شكون اللي كيحركها؟ تيحركها الشخص المعني بالامر، الزوج او الزوجه. والنيابه العامه كتحرك المسطره ديال الخيانه الزوجيه اذا كان الزوج مازال كاين ولا الزوجه مازال كاينه، او اذا كان الزوج او الزوجه خارج ارض الوطن. تماك النيابه العامه كتنصب راسها في الدعوه العموميه وكتطالب بحق هذاك الشخص. اليوم امين مات وبالتالي السيده ما مذكوراش في القضيه، مع العلم انها هي السبب الرئيسي حتى وقعات هذه الكارثه. يعني هذا هو الفيلم. ما فهمتش انا فاش طرات القضيه كنت زعما هو غداك الخائن اللي تشد، الخائنه ما تشداتش، مرته ما تشدات. اللي ضرتني في راسي كيفاش ما فهمتش واش في الدعوه قبل ما يموت انه داير هذاك اللي خاينها ولا مبزز عليها ولا شنو داير، علاش هي ما تشداتش وهي السبب الرئيسي في الجريمه ولحد الان باقا متلوقه معاه. انا ما فهمتش انا. وحتى مات امين. اذا لحدود الساعه القضيه باقا ما كايناش هي الاطراف ديالها والخيوط ديالها بسبب باقا. هذا الشيء كل اللي دارت هذا الشيء كلشي بسببها وقع هذا الشيء. وما احنا ما كنقولوش الخيانه الزوجيه راه مات كما قلتي مات، ولكن على هذا تساعدي غير شي واحد كاع ما كتعرفي وعدم التبليغ على الحادث. على الحادث. يعني ديري المستحيل على شي حد غير كتشوفيه في الزنقه طاح كتبغي تعيطي في التليفون ولا ديري المستحيل وراجلك ولا اللي 10 ومشيتو. يعني لحد الان ميكروب. هاد الزوجه هادي ميكروب. ميكروب. زوجه ميكروب قاتله الميت وغتمشي في كناس. هذا هو المثال الصحيح. ما مشدوده. بغينا نعرفوا علاش ما مشدوده. ما كاينه في الملف ديال المحكمه ما كايناش. كي داير الحاله ديال الام راه شفناها وليداتو لدابا مساكن على الله بيهم. مساكن لا اله الا الله محمد رسول الله. هي والو ما دواتش معها. لا ما حسها كاع. اللي كاينين دار هنا مسدوده لكاري مسدوده وهي ما كانت يعني ما تحركت فيهم حتى شعره ما تحركت فيهم. ولو غير تكون غير شويه د الانسانيه غير يديروا يقولوا لاختي البركه في راسك الوالدين ديالها. ولكن اش نقول لك الوالدين اصلا ما كاينين ما توصلهمش بنتهم لهذا الشيء اللي دارت. بالنسبه للعشيق كتجي الزوجه ديالو با اللي جا اليوم وهضر مع وحدين في الصحافه قال لهم يهضر بالنيابه على راسو قال هذوك راه شد راه باه مات ما كاينش ومع يعني بط المجرم ديال راسو هو ميت كما كتقول. هاد الخاله ديال هاد الشاب اللي مات خال هذاك بط المجرم كيقول لهم راه الاب ديالو ميت باش يشاطفوا معاه زعما. علاش هادشي قال الخاله ديال الشاب امين اللي مات. شوف طيفي راه كنمشي لكم الصوت ما عرفتش منه. مشاهدينا كنظن هذا القدر كافي في هذا الفيديو هذا وفهمتوا القضيه. وباقا المحاكمه باقي الجلسات ونبقاو حاضرين مع الجلسات تنشوفوا فين غتوصل. وكنتمنوا داك المجرم اللي قتل هذا الشاب امين انه يتحكم بالاعدام حق الجريمه قتل مع سبق اصرار والترصد والفرار وتتجاوز الزوجه ديالو بالفرار وعدم تقديم مساعده لانسان مصاب في حاله خطر وبالخيانه الزوجيه وكارثه الحبس هي وياه. هذا ما كان معكم مشاهد لي كازابلانكا. دخلوا المواقع التواصل ديالي كاملين كتشوفوا قدامكم. بيس اند لوف. ما تنساوش الاشتراك وبارطاج في واتساب. تهلاو.